عمرك سألت نفسك ايه اللي بيفرق قاتل عن قاتل تاني؟ ممكن تقول الذكاء، الشر، العنف، القسوة، الدموية، الجنون، لكن في رأيي مش هو ده النوع. اللي بيفرق قاتل عن قاتل هو الدافع، وأي دافع أكبر وأخطر من الحب. أهلا بيكم في حلقة جديدة. حلقة النهاردة تعتبر درس عملي في كتابة سيناريو قوي جدا. هنحلل مع بعض فيلم فريدي. ده فيلم هندي إنتاج سنة 2022، وهو فيلم مبني على تيمة من أشهر التيمات اللي اتعملت في السينما، وهي تيمة المثلث: الزوج، الزوجة، العشيق. ليه هنتكلم عن فيلم فريدي بالتحديد؟ لعدة أسباب. أول سبب إن الفيلم مكتوب تيبيكال بالطريقة التقليدية، 3 فصول 120 مشهد، كل فصل متقسم زي ما الكتاب بيقول. الفصل الأول 30 مشهد، الفصل الثاني 60 مشهد، الفصل الأخير 30 مشهد، زي ما الكتاب بيقول بالظبط. مش هتلاقي أفلام مكتوبة بنفس الطريقة دي كتير تقدر تطبق عليها بالحرف. يعني لما نيجي نمسك مشهد مشهد هتلاقي ان نفس اللي مكتوب في كتب السيناريو هتلاقيه موجود في السيناريو ده بالنص. مواضع الحبكات الفرعية، الشخصيات، كل حاجة ممكن نكون اتكلمنا عنها وهنتكلم عنها تلاقيها موجودة في الفيلم ده بشكل واضح جدا. اللاين الرئيسي اللي موجود في الفيلم هنا هو الخط الفاصل بين الحب والهوس. تعالوا نتكلم على فكرة الفيلم بشكل عام. دكتور أسنان خجول بيقع في حب واحدة متجوزة بتعاني من عنف أسري شديد جدا تجاهها، بيتعلق بيها في وقت قصير جدا، وبيتحول حبه ليها لهوس شديد، وبتبقى حياته صعبة من غيرها، فبيحاول يخلصها من جوزها الشرير بأي طريقة، وبالفعل بيتخلص منه. لكن بسرعة بيكتشف إن في أسرار كتير ما يعرفهاش عن حبيبته دي بتحول حياته لجحيم. إحنا دلوقتي هنتكلم عن بناء السيناريو زي ما جه في كتاب سيت فيلم. عندنا 3 فصول. الفصل الأول تمهيد، بيبقى من مشهد 1 لمشهد 30. مواضع الحبكات من المشهد 25 أو المشهد 27. وهنا احنا بنقول على المشهد دقيقة أو صفحة زي ما هو رمز لها يعني. فاحنا دلوقتي عندنا 120 مشهد في 120 دقيقة. ادي الفصل الأول. الفصل الأول طبعا مواضع الحبكات من الدقيقة 25 للدقيقة 27. بتوصلنا بعد كده للفصل التاني اللي هو المجابهة. الفصل التاني اللي هو المجابهة بيبقى من مشهد 30 لمشهد 90. هنا بتبقى منطقة ذروة الأحداث. والفصل الأخير من 90 ل 120. طبعا مواضع الحبكات اللي بتنقلنا للحل تبقى من 85 ل 90. تعالوا بقى نمسك فصل فصل ونقارنه بالفيلم. في بداية الفصل الأول معانا دايما 10 دقايق بنعرف فيها البطل، العالم بتاعه، بندي الانطباع اللي احنا عايزين المشاهد ياخده عن الشخصية بتاعتنا بكل الطرق. وطبعا أفضلها إنك تكون محدد وذكي جدا في تقديمه. تعالوا نشوف في الفيلم هنا شخصية فريدي اتقدمت ازاي. في بداية ظهور فريدي بنشوفه في أول لقطة ليه وهو سيلويت في مكان مش عارفين ايه هو، وبيردد جمل معناها يعني ان هو جاي يقابل واحدة هيتعرف عليها. واضح جدا من بدايته، من أول لحظة بتشوفه فيها ان هو شخص خجول مرتبك. حتى لغة الجسد بتاعته هتلاقيه دايما كده ايه، الشيب بتاعه موطي باصص في الأرض. بنعرف بقى من خلال المشهد الأول اللي بيظهر فيه مع البنت اللي بيقابلها ان هو يعني على الله حكايته خالص. هو شخص دكتور أسنان، ويبدو من الكلام يعني ان هو دكتور شاطر، شخصية محترمة، وبقاله 5 سنين بيحاول يتعرف على واحدة عن طريق مواقع الجواز، وطبعا بيفشل. مقابلة بتبقى زي الزفت، البنت بتاخد عنه انطباع سيء جدا وبتقلق منه وبتخاف منه، وبعدين هو شكله متعود فبياخد بعضه وبيمشي. بنشوف روتين حياته في أكتر من مشهد سريع، في البيت، في العيادة. مين الشخصيات المحيطة بيه؟ هو شخصية وحيدة جدا، ما عندوش غير السلحفة بتاعته هاردي، أكتر كائن هو بيحبه، وبعدها عمته. هتلاقي المشاهد الأولية دايما ليه وهو لوحده لوكي، أو الإضاءة بتبقى منخفضة شوية عشان يديك إحساس بالقتامة، بالوحدة، بالغموض عن الشخصية نفسها، أنت مش عارف مين دي.
اتكرر الموضوع ده كتير جدا طول ما هو لوحده. المشهد الخامس او السادس بيجيله تليفون من واحده بتقول له ان انا شفت البروفايل بتاعك وعجبني وعايز اقابلك، فبيقابلها في نفس المكان اللي بيروحوا دايما اللي هو مطعم اسمه بلو نايت. بيروح هناك يستنى 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 لكن مفيش حاجه بتحصل. بنشوف حوار جانبي بين الويتر والبارتندر اللي هناك. الويتر بيقول للبارتندر انا بقالي اكتر من 3 سنين بشوفه بيعمل نفس التفاصيل ومفيش حاجه بتتغير. البارتندر مستغرب جدا من شخصيه فريدي وبيصوره كنوع من الاستهزاء. اول ما الويتر بيسيبه فريدي بيزهق وبيقرر انه يمشي. مجرد ما بيمشي بيلاقي مجموعه من الشباب قاعدين بيتريقوا عليه وبيقولوا نفس الجمل الحواريه اللي اتقالت له في التليفون، ففهم على طول ان دي اشتغاله من الشباب دول بيستظرفوا عليه وبيحلوه. فالموضوع ده بيأثر فيه جدا. بيروح كالعاده لوحده بيتكلمش غير مع السلحفة بتاعته وبيقول جملة مهمة جدا: يوما ما سأحصل على رفيقتي. ده معناه ان هو يائس بشكل مش طبيعي، وانه حاجة واحدة من اهم امنياته انه يبقى في واحدة في حياته ايا كان هي مين. يعني هو الحد اللي احنا بنشوفه ده هو مش فارق معاه مين الشخصية اللي تكمل مع حياته او انه يرتبط بيها، المهم ان هو يرتبط او انه يبقى في واحدة في حياته، لان الموضوع ده عامل له مشكلة واضحة جدا. بعدها بمشهد او بمشهدين بيروح فرح بيقابل قريبته فيه، وبنفهم من حوارها ان هو من هو صغير وهو خجول ومنطوي وما بيتكلمش. فهي بتقول له احنا كنا فاكرين ان انت لما تكبر هتتغير وان حياتك هتبقى افضل، لكن مفيش حاجه اتغيرت برضه في حياتك وانت زي ما انت. حاول تقوم تبص على اللي حواليك، تشوف البنات اللي موجوده هنا، تكلم مع دي تكلم مع دي. فبيقول لها لا الموضوع ما بيجيش بالطريقه دي. فبتتريق عليه وبتقول له لا هو بيجي كده مفيش اي مشكله خالص، انت بس اللي ما بتعرفش تعمل حاجه. فجاه بتبص له واحده فقريبته بتنتبه وبتقول له بص البنت دي بتبص عليك. فلما بيبص لها من اول نظره بيقع في غرامها على طول، هو ضايع خالص. فقريبته بتشجعه ومكلمها ما تتكسفش، بيقوم بيتحرك. فاول ما بيكلمها البنت بترتبك وبتقول له نعم عايز ايه؟ فيقول لها انت بصيتي لي، انت قلتي لي تعالى. فقالت له لا ما حصلش. فجاه جوزها بيجي وبيتضرب بيبقى منظره زي الزفت. هنا تقريبا احنا اول 10 مشاهد عرفنا الشخصيه بشكل يعني يكاد يكون نموذجي. الشخصية العالم بتاعه المنطوي، بيته، عيادته، ما فيش حاجة في حياته غير ان هو بيحاول يرتبط ومش عارف. حياة فاضية. شخص يكاد يكون خجول لدرجة التوحد، وفي نفس الوقت يعني ما عندوش حاجة. ما شخص زي ده لما تيجي تبص عليه كده ما تحسش ان هو بطل. ايه اللي ممكن يحصل او يطلع من شخصية زي دي غير ان هو طول الوقت رد فعل رد فعل رد فعل، هو ما بيعملش حاجة اصلا. يعني هو الشخصية متقدمة ان هو شخص ما بيعملش اي شيء. احنا هنا خلصنا منطقة الكشف والعرض للشخصية الرئيسية بتاعتنا او الجوانب المحيطة بيها والشخصيات المحيطة بيها. عرفنا مين الشخصيات اللي هتكمل معاه، مين الناس اللي حواليه. كل ده ظهر بشكل نموذجي في اول 10 مشاهد. نكمل بعد كده المشهد اللي بعد الخناقه دي على طول وهو في عيادته منتظر العيان اللي عليه الدور. فجأة بتدخل البطلة، بيبصوا لبعض، هو بيبص للأرض مبتسم وأكنه بيحلم. فبص تاني لقاها موجودة. يعني هو افتكر نفسه بيحلم لكن فجأة لقاها موجودة. الاتنين استغربوا. هي بتقول له انت دكتور فريدي جنوالا؟ فقال لها ايوه. فقالت له انا صديقتي رشحتك ليا عشان انا عندي مشكله كبيره في اسناني. بيتعرفوا على بعض بشكل سريع برضو بشكل حذر وخجول جدا بنفس شخصيه فريدي. المشهد اللي بعده على طول بيتخيلها فورا ان هي مراته وهم في البيت ومخلفين بنت، وبدأ يروح بأحلامه بقى ايه في سكك تانية خالص. خلاص بقى ان هم بيحبوا بعض وارتبطوا وخلفوا واتجوزوا. يعني شخصية عندها هوس بشكل باين جدا، او يبان يعني الهوس هنا يبان انه سذاجة لانه معاش الاحساس ده قبل كده فهيتجنن ويعيشه. فيمكن ده اللي برضو بيخليه كل ما بيعيش لحظة مختلفة مع واحدة بيروح بخياله في المناطق دي. المهم بتروح العيادة مرة واتنين عشان تكمل جلسات العلاج، وهما بيتكلموا بتبتدي تقول له تفاصيل بقى عن المشاكل اللي بتعاني منها، حساسية من الحاجة الفلانية، مشكلة من المادة الفلانية. تفاصيل تبان طبيا بسيطة لكن التفاصيل دي بالفعل هيتم استخدامها بعدين. يعني دايما لما يبقى الفيلم جاد فيلم محترم هتلاقي ان اي حاجة بتتقال تكاد تكون بسيطة او تعدي الا ان لازم يكون ليها استخدام في الاحداث. يعني ما ينفعش اقول جملة، شخصية بتقول جملة
عن مثلا هي بتعاني من مرض كذا ومن مرض كذا وبروزها، وفي الاخر اكتشف ان هي ملهاش لازمه اصلا، كده عبث. يعني احنا دلوقتي ادام بروزنا تفصيله، فالتفصيله دي سواء دلوقتي او في نص الفيلم او في الاخر لازم يكون ليها استخدام، ودي بتبقى ذكاء من المؤلف ومن المخرج مع بعض. احنا دلوقتي في المشهد ال 22 بعد اكتر من مقابله بين فريدي وبين كايناز، كل مره بيشوفها فريدي فيها بيحس انه بيحبها اكتر من الاول، بالرغم ان مفيش حاجه فعليا بتحصل ما بينهم، يعني هو مجرد كلام عابر، كلام عام، وان كان نظرات كايناز ليه محسساه بالشعور ده، لكن بشكل خفي. يعني لحد الان مفيش اي حاجه واضحه من ناحيتها. هو هوسه بيزيد ناحيتها، فبيبتدي يروح يستنى عند بيتها يبص عليها من الشباك. في المشهد ال 24 بنشوف فريدي وهو قاعد في عربيته مستني يشوفها باي شكل ما. فجاه بيحصل خناقه بينها وبين جوزها، وبيبتدي يمد ايده عليها ويضربها بشكل عنيف جدا، بيجرها ناحيه الشباك. مش فاهم ايه السبب يعني، بس هو جرها ناحيه الشباك وفضل يضرب فيها بشكل عنيف. فريدي شاف اللقطه دي وكان يعني في حاله ذهول، حاول ان هو ينزل يعمل ايه، هو مش عارف طبعا، في حاله عجز شديد جدا، بس هو ما عرفش يعمل ايه. روح. وبنبتدي نشوف بقى من اللحظه دي بنبتدي نحضر للحبكه اللي هتدخلنا الفصل التاني. وهو نايم بيحلم باللحظه اللي ابوه قتل فيها مامته قدامه. بنفهم بعد ما بنشوف الحلم ده ان هو عنده عقده ومشكله كبيره من وهو طفل، ان ابوه قتل امه قدامه. السبب مش واضح، لكن من الكلام اللي بنشوف في الحلم ان اللي حصل ده بسبب شك ابوه في خيانه امه. بيصحى من النوم مفزوع وبيسمع صوت امه وهي بتساله لما لم تنقذني يا فريدي. هو بيرد وهو بيغطي وشه، اسف يا امي. هنا احنا بالظبط في المشهد ال27، ومن هنا هنبتدي نتحضر لدخول الفصل التاني. من اللحظه دي شخصيه البطله اللي هي كايناز ما بتظهرش قدامه تاني، خلاص هي من اللحظه دي اختفت. هو مش لاقيها، ما بتجيش مواعيدها، ما بتظهرش قدامه، ما بتردش على تليفونها ولا اي حاجه. نقعد في الموضوع ده 3 4 مشاهد بشكل سريع جدا. كل يوم يروح العياده بيسال، هي جت، سالت، اتصلت، ما بتردش، ما فيش اي حاجه، لدرجه ان هو خلاص قرب يتجنن. وفي نهايه الفصل الاول فريدي بيقابل كايناز وبيسالها هو ليه جوزها بيضربها، فبتقول له ان هو ما بيحبنيش اخرج واقابل صحابي، لكن هو شخص طيب. فبيسالها هو بيشتغل ايه، وهنا بنعرف معلومه مختلفه ومهمه، يعني ان هو صاحب مطعم بلو نايت اللي فريدي بيقعد فيه طول الوقت، واللي قابل فيه اكتر من واحده. دي معلومه مهمه جدا. هنا فريدي بيستغرب وبيقول لها انا المطعم ده انا بقعد فيه طول الوقت، انا من اللحظه دي مش هروحه تاني. هي بتبتسم وبتسيبه وبتروح. هنا الفصل الاول في الفيلم انتهى. تعالوا كده نحلل بقى الفصل ده بشكل سريع عشان نبقى عارفين ايه اللي تم. احنا عندنا الفصل الاول متقسم لبدايه وسط ونهايه، ده الفصل الاول. وعندنا موضع الحبكه الشكل التقليدي بتاعها من الدقيقه 25 للدقيقه 27. تمام. طيب الفصل الاول اول 10 دقايق كشف وعرض الشخصيه. بنينا العالم اللي هنشوف فيه فريدي طول الفيلم، قد ايه هو شخصيه وحيده، شخص خجول جدا لدرجه التوحد، بيعاني من مشاكل كتير جدا اجتماعيه، بالرغم انه دكتور اسنان شاطر جدا وواضح انه معروف. ما بعد ال10 دقايق بقى النص التاني من الفصل الاول بتظهر فيه في اول مشهد شخصيه البطله. موضوع الحكايه احنا هنا خدنا في الفصل ده 15 دقيقه بنبني علاقه البطل مع البطله، وبنطلع بالاحداث للحظه اللي هنحط فيها اول حبكه، اللحظه اللي هيبقى عند البطل مشكله لازم يحلها. هنا 15 دقيقه تشابك الاحداث، وتطور علاقه البطل بالبطله. طيب من الدقيقه 25 اخر 5 دقايق في الفصل ده وفيها موضع الحبكات او المشكله اللي البطل لازم يلاقي لها حل،
هنا دقيقة مثلا آخر 5 دقايق. الحبكة الأولى. احنا فهمنا ايه بقى بشكل عام من الفصل ده او اول 30 دقيقة من الفيلم؟ شخصية فريدي شخصية خجولة، شخص اقرب للتوحد، ما عندوش في حياته صديق ولا صديقة ولا حب ولا اي شيء، هو مجرد قريبته او عمته، ما اذكر يعني عمته، وفي نفس الوقت عيادته والعيانين بتوعه. غير كده حياته فاضية بشكل تام. طيب هو بيعاني من مشكلة او عقدة قديمة منذ الصغر، اللي هو ابوه قتل امه قدام عينيه وهو طفل، واللحظة دي هو مش قادر يتخطاها. شفنا في الفصل ده كمان علاقته بالبطلة، أعجب بيها من أول لحظة. كل ما بيشوفها بيتعلق بيها بشكل هوسي، بيبتدي يتخيلها بالرغم من مفيش أي جملة حتى توحي إن هي معجبة بيه أو بتبادله حتى نظرات الإعجاب. مجرد بس ما بيشوفها بيبتدي يتخيل إن هي متجوزاه ومخلف منها وعايشين قصة حب، عايش في ملكوت لوحده الراجل ده. طيب ايه المشكلة بقى اللي بتواجهه او بتواجه البطل عشان يبتدي يلاقي لها حل؟ ان البطلة متجوزة ومتجوزة واحد عنيف جدا وواضح انه قاسي جدا، واول لقاء بينه وبين البطل اللي هو فريدي زقه زقة جامدة وقعه، كان هيبهدله يعني. فدي اول مشكلة بيقابلها، الزوج. فهنا هو فريدي عايز يتخلص من الزوج عشان ينقذ حبيبته، وخصوصا بعد ما شافها وهي بتتضرب قدامه وشاف وشها وهو متشلفط خالص. استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، هنكمل فيه بقية الفصول وهنتكلم فيه بالتفصيل عن بقية الاحداث وعن موضوع الحبكات وعن حاجات كتير جدا. مستني دعمكم لان ده اللي هيخليني اكمل وهيشجعني ان انا استمر في الفيديوهات اللي زي دي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.